السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا النهارده معانا وصفه يمكن تكون اتعملت كتير. هنعمل برسيل جل يا جماعه. برسيل جل عملناه اكتر من مره، مش بس في فن وتوفير على اليوتيوب عموما يعني. وده مش هو الشاهد في الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع النهارده مجرد فكره كده، عايزاكم تشاركوني فيها. عايزه اسالكم شويه اسئله وتجاوبوني عليها بصراحه وبشجاعه في نفس الوقت. وعايزه عدد كبير من التعليقات يجاوب، مش بس 5 6 اللي بيشاركونا بتجاربهم وملاحظاتهم، وكمان بإضافاتهم للوصفات، لأن في ناس بتقول إضافات جديدة بنشتغل بيها. لا، أنا عايزاكي تشوفي الفيديو وتتفاعلي معاه وتقولي رأيك، حتى لو رأيك بالسلب عادي، أنا عايزة أسمعه. الفيديو بيكون عليه 1000 مشاهدة في المتوسط، 1500، ساعات 3000 4000، بيزيد بيقل. الناس اللي بتتجاوب على الفيديو وبتتفاعل معاه بسيطة، تبقى يعني النسبة بسيطة بالنسبة لنسبة المشاهدة على الفيديو. حتى عدد اللايكات، يعني انت عجبك الفيديو عملتي لايك، برضو نسبة بسيطة. طيب ما عجبك الفيديو عملتي لايك، طب ما عجبكيش ما عملتيش ديسلايك ليه؟ لا عجبني، طب ما عملتيش لايك ليه؟ طيب مش عايزة اعمل ديسلايك ولا اعمل لايك، طب ما كتبتيش تعليق برأيك في الوصفة ليه؟ يعني انت بتتابعيني متابعة صامتة، يبقى انت كده بتظلمي المحتوى اللي انا بقدمه والمجهود اللي انا بعمله. لان معظم التعليقات، انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ معظم التعليقات يعني خليكي معانا يا ام احمد، انت بتغيبي علينا. احنا بنجري لما بنشوف الفيديو بتاعك، بنستنى الفيديو اللي انت بتعمليه. شغلك بنحبه، بيفرق معانا وبننفذه. طب فين التفاعل يا جماعه على الشغل اللي انا بعمله؟ سواء عجبك لايك، مش عاجبك ديسلايك. طيب ليا ملحوظه او تحفظ على الوصفه اكتبه في تعليق. المهم ان يكون في تفاعل على الشغل عشان الاستمرارية في المشاركة. ان انا انزل لك شغل وابقى معاكي على طول، انت عايزاني معاكي على طول وانا عايزه ابقى معاكي على طول، بس فين اللي هيحمسني اكون موجودة باستمرار في اطار المحتوى اللي احنا بنقدمه دهوت، واللي هو محدود اصلا وما فيهوش تنوع. اعادة تدوير الزيت المستعمل وتحويله لصابون بلدي، وتدوير الصابون البلدي ده لوصفات بديلة للمنتجات الجاهزة اللي أسعارها بقت خيالية. محتوى محدود ما فيهوش تنوع، فهيكون في تكرار، يبقى هيكون في ملل. فانا مش عايزه انا حامل قبليكم، فانا مش عايزاكم تملوا انتوا كمان. فعايزه تفاعل على الوصفات. يعني ممكن مثلا الوصفه دي اتقدمت قبل كده سواء في قناتنا او في اي قناه تاني، فاحنا كده برضو بنكرر نفسنا. عشان كده انا بغيب عليكي، عشان دايما ارجع لك بحاجه جديده، باضافه جديده، ما كررش نفسي. وصفه النهارده علشان بس الناس اللي عايزه تنفذها وتعملها هنختصرها، بس انا عايزه شويه اسئله كده تردوا عليا فيهم، مش كتير يعني، مش هطول عليكم. طيب انا عملت ايه؟ قطعتين صابون، والرابط بتاعه هسيبهولك تحت. الصابون ريحته حلوه جدا وفعال جدا وفيه اضافات جميله. لوحده لو دوبتيه هيبقى برسيل جل ممتاز. حطينا له شويه اضافات كده واحده ورا التانيه، بس الاضافه دي تحديدا مش بتاعت فن وتوفير للامانه. يعني الاضافه دي بتاعت الاستاذه سحر، صاحبه قناه فكره بسيطه مع سحر، هي اللي عملت البرسيل بالاضافه دي. وهو فعلا فرق معانا جدا، او معايا انا لما جربته بعدها، وهيفرق معاكي لما تعمليه. الاضافه دي في المرحله دي بعد ما تخلصي الشغل كله هتفرق في حاجتين معاكي. اولا الريحه العطريه بتاعه المسحوق البودر هتفضل في الجل لاخر نقطه، لانك ما دوبتوش في ميه اصلا. كمان الحبيبات بفعاليتها هتكون موجوده في الجل برضو لاخر نقطه، فهيديكي جوده حلوه. فانا بحييها على الاضافه دي، بحييها على شغلها كله في القناه. سحر حد متميز جدا، وفي منطقه كده لوحده بعيد عن كل الناس اللي على اليوتيوب. امانه شديده، مصداقيه شديده، وشغل متميز جدا. تحياتي ليها، وان شاء الله ربنا يوفقها، وفي يوم من الايام سحر هتكون قناتها من اكبر القنوات. طيب نسال بقى شويه الاسئله اللي احنا عايزينهم. احنا ضفنا ايه للجل؟ ضفت مره كودروكس الوان نص لتر، تحب تخليه لتر براحتك. وضفت بره كيسين ماهي جل وكيس اوكسي. اي اضافه من دول للصابون المبشور هتخلي البرسيل بتاعك جودته حلوه قوي. موجودين عندك ومتوفرين كلهم، ضيفيهم كلهم مفيش مشكله. حابه القوام تقيل زي ما شفتيه هيبقوا 5 لتر، حابه القوام زي ما شفتيه في اول الفيديو هيبقى 6 لتر. دي حاجه هترجع لك انتي. سؤالي بقى، او اللي انا عايزاكي تتكلمي معايا فيه بشجاعه وبصراحه،
هل انت نفذتي وصفاتي فعلا وفرقت معاكي؟ هل إعادة تدوير الزيت المستعمل وتحويله لصابون صلب أفيد لك من إنك تبيعيه للراجل الكيلو ب35 أو ب30؟ هل لما عملتي وصفة أو 2 أو 3 من اللي أنا عملتهم فرقوا معاكي في النظافة؟ طيب ملاحظاتك إيه على شغلنا؟ إيه اللي أنت متحفظة عليه وإيه اللي بيعجبك جدا وإيه اللي مليتي من تكراره وإيه اللي مش عايزة تشوفيه تاني وإيه اللي عاوزاه يتكرر تاني؟ عايزاكي لما تشوفي الفيديو تنقلي لي رد فعلك، علشان ده هيحفزني ان انا اشتغل بطريقة معينة او اغير الطريقة نفسها. فانا لو قررت نفسي انا همل قبليكم، انا مش عايزاكم تملوا من التكرار، وعاوزة اقدم لكم دايما حاجة بتفيدكم فعلا وبتضيف لكم وبتفرق معاكم. ده شيء مهم جدا بالنسبة لي في شغلي. هستنى كل تعليقاتكم، اكبر عدد منكم على الاقل، ما تبخلوش علينا باللايك ولا بالرد. شكرا والسلام عليكم.